استعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لضم لاعبين جدد في مركز الدفاع بالفريق بعد تأثر الأداء خلال الفترة الماضية. ولكن قبل أن ندخل في تفاصيل الخبر، إذا كنت من عشاق النادي الأهلي فاضغط لايك لنعرف كم عدد عشاق النادي الأهلي. وقال الإعلامي محمد شبانة أن مارسيل كولر غير رأيه في رامي ربيعة مدافع الفريق بعد أن كان قد قرر رحيله في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وابتعد ربيعة عن المشاركة مع الفريق الأحمر لفترة بعد قرار من المدير الفني بسبب انخفاض مستواه، ولكن عاد ليتألق في المباراتين الأخيرتين. وقرر كولر الاعتماد على ربيعة خلال الفترة المقبلة، معبرا عن إعجابه بأداء اللاعب واستمراره حال تألقه في الخط الدفاعي بالمباريات. ويعاني أيمن أشرف مدافع الأهلي نفس أزمة ربيعة السابقة، حيث يبعده كولر عن المشاركات في المباريات منذ فترة طويلة. يذكر أن عدد من التقارير الصحفية قد أشارت إلى اقتراب رحيل أيمن أشرف ورامي ربيعة، ولكن الأخير غير رأي المدير الفني به بعد أدائه اللافت للنظر في مباراتي الهلال السوداني ببطولة دوري أبطال إفريقيا وغزل المحلة بالدوري المصري الممتاز. فإن كان رأيك مؤيد لرأي الكابتن مارسيل كولر، من فضلك اعلن عن رأيك في التعليقات علشان نشوف كم عدد مؤيدين الكابتن مارسيل كولر في البقاء على رامي ربيعة ورحيل أيمن أشرف عن الفريق. من فضلك لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس على الكل ليصلك منا كل جديد.